احنا بنسامح لينا مش للشخص التاني. ما تخليش حد يفضل شاغل مساحة من دماغك وتفكيرك. لازم تسامح عشان تقدر تتجاوز وتتعافى. مسامحتك للشخص اللي أذاك هتحررك. مساء الخير. سمعت الكلام ده كم مرة قبل كده؟ طيب ممكن أغير لك وجهة نظرك عن التسامح؟ لأنه في أوقات كتير بيكون مؤذي ومؤلم أكتر من الإساءة. فرض وتشجيع التسامح كفكرة وخطوة وزرعها في دماغنا على إنها شيء ضروري وأساسي ممكن يضر ويخلق عقبات في طريقك للتعافي. مفيش دليل علمي أو إحصائي على إن الغفران ضروري للتخلي عن الألم وعن الماضي. وعلى قد ما يبدو التسامح فكرة لونها أبيض كده وبسيطة، إلا إنه معقد جدا في الحقيقة. عايزيننا نسامح ناس ما اعترفتش بغلطها ولا اعتذرت. عايزيننا نسامح ناس كررت الإساءة مليون مرة. عايزيننا نسامح وخلاص بغض النظر عن حجم الألم والأذى. أنا مش هسامح وجاي أقولك إنه مش الطريق الوحيد للسلام الداخلي ولا حاجة، وممكن تعيش في سلام وتتجاوز وتتعافى وبرضه ما تسامحش. مش قادر تتقبل فكرة انك تسامح ومش عايز تتخلى عن موقفك. غضبك اتحول من نار لرماد، ومع ذلك محتاج الرماد يفكرك باللي مريت بيه، وده اللي بيحركك لقدام، ده اللي ساعدك تغير من شخصيتك وحياتك للأحسن. ولو الشخص قادر يسامح هيعمل كده من غير ما أي حد يطلب منه أو يضغط عليه. شيء مخزي ومحزن إن الإنسان اللي بيتهاون في حقه ويقبل الإساءة، الإهانة أو الخيانة، خصوصاً الستات اللي بتسامح مرة واثنين وعشرة، بيتصدر لنا دايماً إنهم الأطيب والأنقى والأرقى. الأفكار دي بتساوم الإنسان على سعادته وبتبتزه عاطفياً. ليه السماح يخليك شخص أفضل، ورفضك ليه يخليك شخص قاسي وجامد؟ ليه أعيش عمري كله بحارب عشان آخد حق بسيط قوي في إني ما سامحش لو مش عايز أو مش قادر؟ والمفروض ده يبقى مبرر كافي لأي حد وما يتحكمش عليا من خلاله. لازم نحترم اختيارات بعض، اللي سامح واللي ما سامحش. انت ما عندكش اي التزام اخلاقي تجاه حد اذاك وصدمك وجرحك. دايما بيتقال لنا لازم نسامح مهما كان الموقف وتأثيره علينا. وانت مجروح ومصدوم بتحاول تلاقي دعم اجتماعي في محيطك. لما هيتقالك مش المفروض تكون ناشف كده، سامح وعدي، احنا بشر وكلنا بنغلط، عادي يعني، ده كان من زمان قوي، تجاوز بقى، دي رسائل فيها عدم قبول وتعاطف، وبتخليك تحس ان تصوراتك عن عواطفك غلط ومش مشروعة. والقبول مكون مهم جدا لتعزيز سلامتك النفسية والحفاظ عليها بعد الصدمات، والسلامة مطلوبة للتعافي. لو الشخص اللي نجا من علاقة سامة ملقاش احتواء ودعم لقوة ألمه وتحاربت رغبته في رفض التسامح، ده هيخلق جواه صراع هو في غنى عنه، وهيأثر على قدرته على التجاوز. بيركز التسامح على العلاقة اللي بتربط الضحية بالشخص اللي أساء ليها، في نفس الوقت اللي المفروض يركز التعافي من الصدمات على علاقة الناجي بنفسه واحتياجاته الفردية والعمليات الداخلية اللي بتحصل لمشاعره. الموقف من عدم التسامح لازم يتقابل باحترام وتعاطف، لأن المواقف الأخلاقية اللي شبه دي مقحمة وبتميل للتركيز مع المعتدي على حساب الضحية، وكأن مسؤولية تصحيح خطأ الماضي المفروض يتحملها الضحية مش الجاني. وأحيانا الإيحاء بأن الفشل في منح المغفرة خطأ بيصرف الانتباه واللوم عن الغلط الحقيقي المتمثل في ارتكاب الخطأ نفسه في حقك. الشخص اللي تعرض للإساءة دايما عنده اعتقاد إنه مش محبوب ومش كويس كفاية، غبي، ضعيف، أو ما يقدرش يعيش بأمان في العالم. يعني في الأغلب بيلوم نفسه على الصدمة اللي تعرض لها. والتركيز على قيمة التسامح بيساهم في ثقافة لوم الضحية ومطالبته بالعفو عن الشخص اللي أساء ليه، بتوحي بتكافؤ ظالم بين الخطأ اللي ارتكبه المعتدي والخطأ اللي المفروض إنك بترتكبه كل مرة بتفشل فيها أو بترفض تسامح. وده بيزود الشعور بالعجز وبيخلينا نفضل مركزين على وجهة نظر الجاني أكتر من وجهة نظر الضحية. الطفل بيتصور إنه شخص سيء لو أمه فضلت تصرخ في وشه ليل ونهار وتعاقبه عمال على بطال. والشخص الكبير اللي زي حالاتي كده برضه ممكن يعتقد انه شخص سيء لو حد فضل يقول له سامح بقى، انت ما بتسامحش ليه؟ وده بيأثر على علاقتنا بنفسنا. انت مش قادر تسامح وده حقك، بس انت هتحس بالعجز وهيترسخ في عقلك انك شخص سيء لانك مش عارف تسامح، وانك محتاج تشتغل على نفسك اكتر. لو سمحت
مش هيبقى فيه منطق من مناقشة أو معالجة الموضوع بعدين حتى بينك وبين نفسك. وأحيانا إحنا مش بندرك عمق الأذى غير بعد فترة من الوقت، وساعتها إنك ترجع تفتح الموضوع بيبقى عبء عليك. ومن العلامات المعروفة اللي بتشير لإنك ما سامحتش بجد هي إنك بتحتاج تتكلم في الموقف وتتناقش فيه بعد ما يكون عدى عليه وقت كتير. ده غير إن المسامحة بنحط بيها توقعات لنفسنا بإنه خلاص كده الموضوع اتقفل، ووارد يكون ما اتقفلش جواك ولا حاجة، وبيغرس فيك شعور زائف بالختام. الشخص اللي بينجو من الصدمة لازم يفضل طول الوقت قادر يتكلم عن قصته ويشاركها كل ما يحتاج من غير وصاية وشعور بالذنب، لأن ده ممكن يعيق قدرته على الشفاء. ده غير إنه بيخلي الشخص اللي ليه حق في أوقات كتير يتغاضى عنه. احيانا انك تغفر بيبقى الطريق الاسهل لتجنب مواجهه نفسك وغيرك بمشاكلهم. علاج الصدمات في العموم مؤلم عاطفيا واحيانا جسديا، وعشان نتجنب الم المعالجه بنجبر نفسنا على مسامحه الشخص اللي اساء لينا على امل ان تاثير الصدمه يتلاشى مع الوقت. بس دي راحه عاده بتكون مؤقته، ده ان وجدت اصلا. الكاتبه روزينا بكاري قالت محاوله وقف الالم بالتسامح شبه انك تحط علبه جواها خليط الكيك في الفرن وتتوقع كيك. مش شغال يا حاج، وغالبا البيت كله هيتحرق. لازم تخلط المكونات كلها قبل ما تحاول تعمل الكيكه. والتعافي من الصدمات والازمات بيتضمن خلط التجارب فيها حزن وغضب وعار وخوف واحاسيس كتير مش مريحه. مش هنتجادل في ان التسامح مهم وسهل على البعض، بس الفكره انه ما ينفعش يبقى حل لكل الناس في كل الحالات وكل الاوقات وفي كل المواقف، ولا ينفع نبلعه على انه عنصر اساسي والزامي في التعافي او شرط للموفينج اون والتخطي. جزء من احتمائك بالقوى العظمى بيترتب عليه ايمان قوي بالعداله، والمغفره صفه الهيه بيتطلع ليها البشر. فاختيارنا للسماح مبني على عاطفه ان ده شيء بيرضي ربنا، فلو ما سامحتش هحس اني عامل عمله. كلنا كده، بس في الحقيقه طريقه التفكير دي مؤذيه جدا. التسامح بيتم تسويقه واستغلاله لدرجة انه فقد معناه الحقيقي وبقى بيصب في مصلحة المسيء وغطى المصايبة. انا معيش عصاية سحرية اخلص بيها الموضوع بيني وبين نفسي واسمو على الاساءة وسامح وابقى شخص افضل من وجهة نظر الجميع. وممكن ابقى مضطر اتعامل مع الشخص اللي اساء لي وبرضه ما سامحهوش، لان المغفرة شيء كبير وعظيم وحقيقي مش كل البشر يستاهلوه. وبالنسبة للي سامحوا اللي اساء ليهم انا فخورة بيهم ومبسوطة عشانهم، بس اللي مش قادر ما يقلقش وما يشيلش هم، لان التسامح بيحصل لوحده عادة من غير إجبار وإلزام وتشجيع. أنا آية شعيب، ليلتكم فيها نجوم وضحك كتير.